يا مساء الفل. طيب، أنا هابتدي على طول وإن شاء الله الناس تجوين، سواء هيجوين لايف أو هيشوفوا ده في الريبلاي. أنا حاولت أسمي يعني أو أفكر في اسم لللايف دوت يكون اسم إيجابي كده أو ليه معنى إيجابي، بس بعد تدوير كتير ما لقيتش غير إن إحنا نفض الخناقة فعلا، عشان سامبلي هي بتكون خناقة. فحاولت أدور على أسامي كتير لللايف، بس ما لقيتش غير إن هي خناقة. ولو انت شخص من قبل الجواز بقى، شخص متعود ان هو طموح، ليه حياته وعنده شغله وبيعمل انشطه كتير ودايما بيتحرك، متعوده دايما ان انت بتعملي حاجه، وبعدين حصل اول تغيير في حياتك اللي هو الجواز، ومن بعديه تاني تغيير في حياتك اللي هو الخلفه. فبيبقى في شخصين كده بيشدوا في بعض. الناس اللي بتجوين يا ريت تطمنوا ان الصوت تمام والكونكشن تمام. فهو بيبقى فيه شخصين ماسكين بيشدوا في بعض. الشخص الاولاني بتاع الحياه القديمه والحياه الطموحه اللي عماله تشدك لصورتك القديمه واللي انت متعوده عليه والدنيا اللي انت جايه منها، والحياه الجديده والمسؤوليات الجديده اللي بقت عليكي او بقت معاكي وانت زوجه وانت ام. فاتنين كده قاعدين بيتخانقوا مين اللي يفوز. ما هو يا نمشي المسؤوليات صح يا نمشي الشغل صح، ما لازم في حاجه فيهم تيجي على التانيه. حقيقة أنا شخص بيشتغل، يعني بما إني دلوقتي داخلة على مشارف في ال30 خلاص، فاكتشفت إن أنا باشتغل بقالي 10 سنين، وده رقم كبير يعني من تانية جامعة وأنا باشتغل حاجات كتير، ما بين فريلانسنج حاجات بقى كنت باشتغلها لغاية ما بقيت باشتغل بارت تايم جوب، خلصت الجامعة كملت شغل، فاشتغلت في مجالات كتيرة قوي. وفي فترة ما في حياتي كان شغلي ده حاجة يعني essential بشكل مش طبيعي، فكان حاجة مهمة جدا، وتعرضت في الفترة دي لما يسمى البيرن اوت. من الناس بقى اللي هي كان يعني اغمى عليا مره بسبب ان انا كنت يعني مضغوطه بسبب الشغل. ما كنت ساعات ممكن انسى اكل واشرب عشان انا مركزه في شغلي، لغايه ما حصل لي يعني شويه صدمات كده في حياتي خلتني ادرك ان الحياه مش شغل بس، في جانب تاني في الحياة. يعني الشغل جزء من الحياة مش هو كل الحياة، في حاجات تانية في الحياة بتحصل. ومن ساعتها بقيت زي ما بيقولوا كده ايه، امباسادور يعني لفكرة مش عايزة اسميها ورك لايف بالانس، لفكرة الحياة عموما المتوازنة اللي انت فيها بتمارس ادوارك كلها، بتعمل فيها انشطة متنوعة وانت مستمتع ورايق. ف... فدي الحدوتة. المهم، انا ليه بحكي لكم هذه الستوري؟ لان بسبب موضوع البيرن اوت انا عايزه اعرف الناس اللي بتتفرج هي في انهي جانب برضو، فممكن تشاركوني في الكومنتس كده عشان اطمن بس ان ايه، ان مش بتكلم لوحدي. انتوا انهي نوع؟ آه، او ايه حتى كمان اللي محمسكم لحضور اللايف النهارده؟ المهم، انا ليه بحكي عن موضوع البيرن اوت ده؟ لان لما انت شخص بتكون اتعرضت لصوره ذهنيه معينه، اول ما بتقرب لاحداث شبهها تاني بيظهر لك الشبح ده. فتلاقي نفسك مثلا وانتي ام وحياتك سيتل داون والدنيا كويسه وعندك شغلك، بس اتحطيتي في ظروف حسيتي ان انت فيها بتختاري، اول حاجه هتيجي في بالك كريسبونس من او كرد فعل، بنورك يا زينب، كرد فعل من جهازك العصبي، هتكون انت هتتعرضي لبرن اوت تاني. او مثلا خلينا اديكم مثال على واحده بتشتغل، او واحده جوزها مسافر بره مصر وهي قاعده بتربي الولاد في مصر، فالصوره الذهنيه اللي بتبقى قدام عينيها ان احنا عمرنا ما هتبقى حياتنا كويسه تاني وهنتقابل وهو عنده 60 سنه والعيال كبرت واحنا ما استمتعناش بحياتنا. او صوره ثالثه بتبقى انا قررت مثلا اهولد شغلي لفتره او اخد اجازه وضع او اقعد شويه من الشغل زي ما بيقولوا، فبيبقى في دماغي اللي انا شايفاه ان خلاص دي بقت حياتي، فانا خلاص انا مش هشتغل تاني. اللي بتعمل ماجستير مش هتعرف تكمل ماجستير، اللي كانت متعوده انها بتترقى وبتشتغل، لا انا مش هعرف اعمل دوت. الكوربريت لايف بتحتاج ان احنا نكون نعمل حاجات اكسترا ونقعد بعد الشغل، لا مش هعرف اعمل ده، فانا بالتالي مش هيكون ليا مكان. فاول اول خطوه محتاجه تعمليها بتكون ان انت تعرفي الشبح اللي بيجيلك.
لان احنا عمرنا ما هنعرف نواجه حاجه في حياتنا من غير ما نكون عارفين هو ايه الحاجه اللي مخوفانا اصلا. ف بما اني انتقلت ما بين يعني مدينتين وبلدين في الاونه الاخيره، الشبح ده زارني. وانا برغم ان انا شغلي موجود بس في تغيير كبير في حياتي ان انا نقلت بلد تانية. بنورك، شكرا جدا جدا. فده خلى الشبح ده يجي ويقول ايه ده، الدنيا هتتعك، ايه ده احنا هنعطل. حتى الفتره اللي فاتت ما كنتش موجوده على السوشيال ميديا قوي، شغلي كان موجود، الجلسات الفرديه شغاله، ولكن ما كنتش موجوده على السوشيال ميديا او بتكلم مع الناس او كده. فالشبح ده جه. فاول خطوه بتيجي هي انك تعرفي الشبح ايه. فانا حابه الناس اللي موجوده يجاوبوني كده، هو ايه الشبح اللي بيواجهكم في حته الخناقه بين الكارير والامومه؟ يعني ايه الصوره اللي بتجيلك بتخوفك، بتحسسك ان الحياه هتقف، او ان انا لازم افقد حاجه من الاثنين، يعني يفقد بقى اسرتي واولادي وزوجي وبيتي، يا افقد شغلي. فانا حابه اعرف اجاباتكم على ده، عشان دي هتبقى اول خطوه تخلينا نعرف نتحرك ناحيه الحاجه دي. محدش بيعرف يواجه حاجه هو مش عارفها. فاحنا لما نعرف الشبح ايه، هنجيب بقى كده نقعد قعده عرب ونجيب كوبايتين شاي ونقعد نتكلم مع بعض ونفهم هو انت جاي منين. زي ما قلت لكم، ده بيبقى ريسبونس من جهازنا العصبي. جهازنا العصبي احنا مخنا متسيستم على ان هو يحمينا من المخاطر، هو وظيفته في الدنيا ان هو يحمينا. فبالتالي لما بيحس ان احنا قربنا لصوره هو خايف منها، سواء الصوره دي حاجه احنا تعرضنا ليها زمان، حاجه في المحيط بتاعنا، في حد من قرايبنا، في حد من اهلنا شفناها واحنا خايفين نوصل لها او خايفين نكون شبهها، صوره معينه، شخص معين، خايفين، عارفين زي هو حياتنا تودي بنا ان احنا نبقى النهايه دي. فاحنا محتاجين نعرف اول حاجه ايه الصوره الذهنيه دي. تاني حاجه بقى بنعملها هو ان احنا نعرف اصلا، طيب عرفنا الشبح وقررنا ان احنا نقعد نتكلم معاه، ما قررناش ان احنا نكبته او نقعد نسكرول داون على الفيسبوك، او نقول احنا هناكل ايس كريم ونبقى كويسين، او هنطلب شاورما والموضوع هيعدي. قررنا ان احنا نواجهه لان هي دي اول خطوه. شكرا يا ايمان. ساعتها هنقعد نقول له طب هي ايه الدلائل اللي بتسبورت وجهه النظر دي. لان ساعات احنا بيبقى الموضوع كله زي ما قلت لكم، هو جهازنا العصبي متسيستم على ايه ده، خطر، الارم، الحق، الدنيا هتتعك منك، اهرب، فايت اور فلايت. يعني يا تهرب يا تواجه. وغالبا المواجهه دي ممكن تبقى باكسترا جوب، ان انت بتشتغل كتير قوي قوي قوي، او هتقول هتفكس خالص بقى للشغل والحاجات دي. احنا لا خلينا نبلاي سيف. وده على فكره كان اللي انا كنت بعمله زمان. يعني انا كنت لما احس ان انا بتحط في مقارنه ما بين شغلي وبيتي او حياتي، كان ديفنتلي لا، بيتي يكسب، عشان هو ده الصح. فهو بيتي يكسب وشغلي ده نركنه على جنب شويه، بغض النظر عن ان الشغل ده بيمثل لك ايه. وهنا انا عايزه اتكلم عن نقطه مهمه، بعيدا عن نظريه السترونج اندبندنت وومن خالص. الشغل بالنسبه للست هو حاجه بياند فكره الامان المادي او الاستقلال المادي. هو ليه معاني، يعني كل واحده فينا لو سالتكم هتلاقوا عندها معنى للشغل. فانا حابه اعرف برضو انت بتشوفي الشغل ازاي. انا بشوف الشغل بالنسبه لي مجتمع مسك، والكوتشنج هو ماي فويس، هو صوتي للحياه وللدنيا. ف... فصوتي ده لو اتشال انا مش هكون متزنه. في حد تاني بيشوف دي المساحة اللي بقابل فيها ناس وبخرج وعندي حياة اجتماعية. في حد تالت بيشوف الشغل ده إثبات ليا بشكل ما وتحقيق لطموحاتي وأشكال مختلفة. كل واحدة فينا لو دورتوا هتلاقي عندها معنى مرتبط بالشغل بياند الفلوس وبياند حاجات كتير. الفلوس جزء، مش حاجة وحشة، بس في معاني. أنا شخص بيحب يركز قوي في المعاني. كل حاجه ليها معنى مرتبط جوانا، ولو عرفنا المعاني دي حياتنا هتتسق اكتر. فبس فوانس ان احنا عرفنا الادله اللي بتسبورت المبدا دوت، هتلاقوا الصوره، يعني الصوره نورت شويه، ان ممكن اصلا الشبح اللي احنا خايفين منه ده هو تقنيا مش حاصل دلوقتي، او هو دلوقتي مش حقيقي. ليه بقى؟ هنا انا عايزه اتكلم في نقطه مهمه جدا، خصوصا للناس اللي هي كانت متعوده دايما تبقى منوره وتبقى بتعمل اكتيفيتيز كتير وانشطه كتير ودايما حياتها كانت مليانه. acknowledging ان احنا بنتغير.
دي انا بقابلها في الوان اون وان بعد ما اكون مشيت مع الكلاينت مثلا رحله وهي فعلا اتغيرت وبدات تاخد ستابس مختلفه في حياتها، وبعدين حصل حاجه تريجرنج، حصلت حاجه كده نكشتها، فكرتها بالصوره القديمه، فتيجي تقول لي ان انا حياتي هتفضل هي انا عمري ما هتغير، انا هفضل اختار نفس الاختيارات. اللحظه دي بيبقى اللي حاصل فيضان كده من الافكار السلبيه جوه دماغنا، هو اللي مسيطر على الساحه. كل اللي احنا بنبقى محتاجينه في اللحظه دي ان احنا نسمع الافكار السلبيه دي ونقول لها اهلا وسهلا، اوكي بس انتي مش حقيقيه. acknowledging اللي تشينج اللي حصل في حياتنا واحده من اكتر الخطوات اللي انا بشوفها بتوقف الناس على رجليها تاني. بمعنى فكره ايه؟ ان ده حصل لي زمان او دي صوره انا خايفه منها فعلا، بس انا اخدت خطوات مختلفه ناحيتها، فبالتالي اللي بيتصرف دلوقتي شخص مختلف، اللي بيتصرف دلوقتي شخص ريسورسفل او عنده موارد او بيبص للامور بمنظور تاني، فبالتالي هياخد خطوات مختلفه، فبالتالي الصوره اللي احنا خايفين الشبح ده هو شبح، هو مش حقيقي، هو مش موجود. فدي تبقى خطوه مهمه قوي، acknowledging اللي تشينج واكنولجينج ان احنا مش احنا. يعني احنا مش الشخص اللي من 8 سنين حصل له البيرن اوت ده، او احنا مش الشخص اللي اتعرض للموقف الفلاني. بتبقى حاجه مهمه جدا بترجعنا تاني ان لا، انا معايا الريسورسز، انا هقدر اتصرف، انا مش هاخد نفس الاختيارات، انا هاخد اختيارات شبهي واختيارات متوازنه. طيب، عملت اكنولجينج للتشينج، نيجي بقى لتاني خطوه. يعني احنا اتكلمنا في اول خطوه ان احنا نعرف الشبح ونجيب كوبايتين شاي ونقعد نتكلم مع بعض ونسمعه ونفهمه. غاده بتقول لنا انا عايزه اقرا الكومنت بتاعها، اني بحس اني بتشتت لما بركز في حاجتين، في حاجتين سوا ادوني حاجه واحده هعملها وهعملها حلو قوي. انا كنت هذا الشخص يا غاده، بس انا طالعه اللايف ده عشان اقول ان احنا ممكن نعمل حاجتين مع بعض ودي الستبس. فاول خطوه هنعرف الشبح ونسمعه ونسمع اصواته كلها، ما نخافش منه لان هو شبح وبالتالي هو مش حقيقي، هو مش حاجه موجوده. ونشوف ايه الادله. ننتقل بقى لتاني خطوه، هي خطوه البريوريتايزيشن او اعاده ترتيب الاولويات. والحته دي انا عايزه اتكلم في حاجه مهمه فيها، الا وهي ان في ناس بتفتكر، وانا كنت منهم برضو زمان، ان اعاده ترتيب الاولويات اللي هو ايه، لا بصوا فاميلي كومز فيرست، فاميلي وبعدين ممكن يجي كارير 2 أو 3 وبعدين ممكن احط صحتي اصلا في مكان متاخر. وكأن الموضوع هو ليست. اللي انا اكتشفته بقى ان الموضوع مش ليست، الموضوع دومينز، يعني جوانب مختلفة ماشية مع بعضها، مش مترتبة اللي هو دي تيجي فدي تروح. لا، يعني فكرة ترتيب الأولويات دي احنا ممكن في الجلسات الفردية مثلا نقعد نتكلم عليها جلسة بحالها أو يمكن أكتر. ليه؟ لأن احنا بنتكلم هنا في ترتيب الأولويات في الحاجات اللي فارقالك بجد. فاحنا بننزل ناخد غطس كده في كل تفصيلة انت شايفاها مهمة، هي مهمة فعلا بالنسبة لك ولا لأ، و الريت بتاعها زي ما بيقولوا الوزن بتاعها في حياتك. ولو اتحطيتي في سيتويشنز معينه واختيارات معينه هتختاري ايه. واحده من الحاجات اللي فرقت معايا جدا 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 في حته الترتيب الاولويات دي في مراحل بقى حياتي المختلفه، والانتقال ما بين الشخص بتاع الشغل بس، وبعدين الشخص بتاع حياتي بس او بيتي بس، وبعدين الشخص بتاع، لا، هي الحاجات ممكن تمشي مع بعض عادي، هو مش لازم حاجه تفوز وحاجه تخسر او حاجه تقوم والتانيه تنام. هي فكره ان انا ادرك لما اكون داخله على تغيير. يعني زي ما بقول الجواز تغيير، الخلفه والامومه تغيير، السفر تغيير، خطوه دراسه معينه تغيير. فادراكنا ان الحاجات دي اصلا تغيير في حياتنا بيخلينا ندرك ان يعني ايه تغيير اصلا. تعالوا نسال نفسنا يعني ايه تغيير. حدث حصل مختلف بيغير مسار اللعبه كلها، بيغير شكل الحياه، الروتين التقليدي اللي انت ماشيه بيه. فطالما هو حدث بيغير شكل الروتين او الحياه التقليديه، يبقى احنا محتاجين نعرف هو ايه اللي هيتغير، هو الستيب الجديده دي ايه، الريسبونسبيلتيز الجديده اللي فيها، ايه اللي محتاجه افوكس عليه، ايه اللي محتاجه اركز عليه. فدي بتخليني بعد كده اشوف اولوياتي بمنظور مختلف، بتخليني خلاص انا ادركت ان انا في تغيير اهو. يعني انا ادركت ان انا في خطوه مختلفه، والخطوه دي ليها الفوكس بتاعها او ليها الحاجات اللي انا هركز عليها. فهبتدي بقى اختار، وده مبدا من المبادئ اللي انا بتكلم عنها بالتفصيل في انجر ميرور، هو فكره البير مينيمم او اقل الحاجات. لو انا عارفه ان في مرحله انا مثلا
هكون محتاجه افوكس مع بنتي شويه فيها مرحله زي البوتي تريننج مثلا او الفطام مثلا. أنا لسه طالعه من الفطام من قريب، كنت محتاجه شويه اتنشن زي ما بيقولوا في الحته دي. فده ممكن يخليني ادي وقت هنا او ادي افورت هنا او ادي مجهود، او مرحله زي اختيار الحضانه من اول وجديد. ده اساس ممكن ياخد من وقت حاجات تانية. طب الحاجات التانية هنوقفها؟ لا مش هنوقفها، هنختار اهم الحاجات اللي ما ينفعش تقف، الاساسيه. وهنا هرجع تاني لنقطة هو شغلك بيمثل لك ايه، هو ايه المعاني اللي انت بتشوفيها في شغلك، عشان هي دي اللي هتفرق. ودي اللي فرقت معايا المرة دي لما جيت انتقل من مكان لمكان. انا عارفة ان الشفت ده هيحصل شوية لخبطة وكركبة في شكل يومي وشكل روتيني. آه، اخترت الحاجات اللي ما ينفعش تقف، زي الجلسات الفردية بتاعتي هي لسه مستمرة زي ما هي. كل الناس اللي مشتركة في يناير احنا بنعمل الجلسات بتاعتنا عادي. الدراسة بتاعتي اللي هي حاليا الكونسلنج، فانا مستمره على دراستي، بذاكر، بعمل الواجبات بتاعتي، والشغل بتاعي انا مع الاشراف بتاعي يعني. فدي 3 حاجات انا كنت شايفه انها ما ينفعش تقف. يعني الشغل كله زي ما بيقولوا ايه، عارفين الفول كاباستي او الفول باور بتاعك، انت مش عارفه تكوني بالفول باور. بس دي حاجات انا ما ينفعش اتنازل عنها، دي النون نيجوشيبلز بتاعتي، دي الحاجات اللي انا ما اقدرش اتهاون فيها، لان دي الحاجات اللي بتشحنني، ودي الحاجات اللي بتبقى فارقه معايا وبتديني طاقه اعمل حاجات تانية في جوانب تانية في حياتي. وده برضك من ضمن المعاني على فكره اللي مرتبطه بالشغل في حياتي، ان انا شغلي لا بيديني، انا لما بعمل السيشنز انا بطلع مشحونه وعندي طاقه اعمل حاجات تانية في حياتي. فدي نقطه مهمه، هي ايه النون نيجوشيبلز بتاعتك، ايه الحاجات اللي ما فيهاش تهاون. دي بتسمع في الحدود، بتسمع في your own boundaries. ايه الحاجات اللي انا، يعني ده سؤال ليكم برضو، ايه الحاجات اللي انت شايفه انك ما تقدريش، يعني ما ينفعش لو انا مرحله عارفه ان فيها تغيير ما اقدرش اتهاون عليها او ما اقدرش اتهاون فيها. انا مثلا ضحيت بالسوشيال ميديا بصراحه في الاول. ضحيت، انا قلت الشغل، انا من الناس اللي بالنسبه لها يعني دايما المنتور بتاعتي بتتكلم او بتتحارك معانا في حته ان ايه، ما ينفعش يبقى عندك برودكت حلو قوي او عندك مصنع حلو قوي بس ما عندكش فاترينا بتعرض فيها ال الانتاج بتاعك ده. وانا من مدرسه ان الشغل جوه مهم قوي قوي قوي، فانا هركز في الشغل جوه والحاجات التانية او السوشيال ميديا او التسويق ده يجي ليتر اون. بس الحته دي كانت عامله لي اريتيشن شويه، سبيشالي وانا بحاول اساتل مسك او ادخل مسك، يعني مسك تكون في حضانه جديده مع التغيير الجديد اللي حاصل. فانا تمام النون نيجوشيبل شغاله، بس عارفين الصوت بتاع you should have achieved more at this time، الصوت بتاع اللي هو انت كان المفروض تعمل اكتر في الوقت دوت، او في حاجه وراك بتفضل تزن كده جواك. وانا الحقيقه، وده ينقلنا يعني، او خلينا من قبل ما ينقلنا، كنت بشوف ان ايه، او رابطه فكره ان اي حاجه اكسترا بره النون نيجوشيبلز، الحاجات اللي ما فيهاش تنازل، دي هتيجي لما شكل الروتين يرجع تاني، ان ماسك في حضانه فبالتالي في وقت الصبح انا بعمل فيه حاجات و لحد ما قررت قرار، وده كان عامل لي اريتيشن. يعني عارفين فكره الصوت كده اللي هو انت متضايقه، انت متضايقه من الموضوع، انت عايزه تعملي حاجه بس حاسه انك متأيده. فطب نعمل ده ازاي؟ بعد ما احنا عملنا prioritization، خلاص عرفنا اولويات المرحله وعرفنا الحاجات اللي احنا عايزين نوصل لها واجريد عليها كده من جوانا زي ما بيقولوا، ننتقل لمرحله make it works. خليها تشتغل، خلوا المكنه تطلع قماش. المعنى ده خطير ليه بقى؟ لان احنا ساعات بيبقى عندنا كونديشننج خاطئ، ان لازم تحصل حاجه عشان تحصل حاجه تانية. فانا لازم يكون عندي مثلا، الناس اللي هي بتشوف ان انا لازم يكون عندي 3 4 5 ساعات على بعض عشان اعرف اعمل حاجه. انا كنت بفكر التفكير ده برضو زمان. فلو انا ما عنديش الساعات دي على بعضها انا مش هعرف انجز، او مش هعرف اطلع برودكت، او مش هعرف اشتغل. ف make it works دي بتخليكي تنتقلي من مرحله ان انا ضحيه الوضع. يعني انا عشت فتره من حياتي انا ضحيه الاحداث اللي بتحصل في حياتي، يعني اي حدث كبير بيحصل في حياتي هو اللي بيغير شكل حياتي، مع ان المفروض العكس. او انا اتعلمت بعد كده العكس، ان لا، هو الاحداث بتحصل بس انا موجوده اغير الدفه، انا موجوده اخد قرار مختلف، انا موجوده اتعامل مع التغيير ده او اتعامل مع الوضع ده. فالحته دي هي زي ما بيقولوا كده رمانة الميزان.
how to make it works. يعني انت حطيت خطه، انت عندك خطه دلوقتي، خلاص عرفتي الشبح، اتكلمتي معاه، فهمتي مشكلته ايه وجاي يقول لك ايه، هو حقيقي اصلا ولا لا. قعدنا ترتيب اولوياتنا بما يناسب المرحله، ومش بس فكره ان لا هي حاجات مترتبه يا البيت يا الكارير، لا الحاجات الدومينز ممكن تمشي مع بعضها. فكره ان انا حياتي جوانب، انا حياتي مش هتكون مستقره غير لما اكون انا نفسيا مستقره، اللي فيها جزء منها في كاريري ده او في شغلي او في الحاجه اللي بحب اعملها. مش لازم تكون شغل، ممكن تبقى هوايه اصلا بعملها او حاجه انا بحبها بتشحنني طاقه بتخليني اعرف اقوم اعمل الحاجات التانية في حياتي. فاحنا الحاجات دي ممكن تمشي مع بعضها هي اون بارلل، مش حاجه على حساب حاجه. خلاص قررنا ده، خلينا ميك ات ورك بقى، يعني خلينا نشغلها. فحته ميك ات وركس دي بتخلينا ننطلق من حاجه اسمها الاباندنس او السعه. لما قررت، يعني في لحظه كده قررت فيها اللي قلت فيها انا عندي نون نيجوشيبلز، وفي حاجات مش هتنازل فيها مهما كان عندي تغييرات في حياتي، في حاجات لازم تفضل ثابته. كنت فخوره بنفسي جدا. اليوم اللي قررت فيه ان بس انا وجودي على السوشيال ميديا، او ان انا عايزه اتكلم عن انجر ميرور 2، وعايزه اتكلم عن حاجات كتير جوه دماغي، انا عايزه اتكلم، ومسك لسه ما يعني حتى الان احنا مسك مش مستقره في حضانه، او احنا لسه ما عندناش، انا ما عنديش الوقت بتاع الصبح بتاع اللي هو اي ام عندها طفل بتبقى عارفه الوقت ده بتعرف تعمل فيه كل حاجه في الدنيا. لسه ما عنديش المساحه دي. طيب انا ما عنديش المساحه دي، هنستسلم وهنتقهقر ولا هنعمل ايه؟ اليوم اللي قررت فيه ان لو انا حطيت على ميزان، طب ايه هخلي بنتي يعني زي ما بيقولوا كده ايه، هخلي بنتي ازق بنتي في الحضانه وخلاص؟ لا مش هعمل كده، مش هعرف اعمل كده، مش هكون راضيه عن نفسي، لازم اكون مطمنه. طب انا كده ما عنديش مساحه الوقت، هعمل ايه بقى؟ هميك ات وركس. ميك ات وركس معناها ان انت تتحركي من منطقه الضيق والندره وان مفيش مساحه لاي حاجه، ان انا عايزه اعمل ده. وبجد يعني صدقوني لو حد جرب الموضوع ده قبل كده، يعني عن تجربه حقيقيه، وانس ان انت المايند سيت بتتغير ناحيه ان انا هخلي البلان دي تشتغل وات ايفر وات، هي الامور بتتيسر. يعني اليوم اللي انا قررت فيه لا انا هكون موجوده على السوشيال ميديا، وفعلا ظهرت، اللي هي منها باي ذا واي، يعني اليوم ده قعدت سهرانه لغايه 4 الفجر. انا فاكره كنت متحمسه جدا، وكل شويه بحاول انام تطلع لي فكره اروح كاتباها في الاجنده، واحاول انام تاني تطلع لي فكره تانية اكتبها في الاجنده، لحد ما قلت ان اللي كان من ضمنهم على فكره، من ضمن الافكار دي هو اللايف بتاع النهارده اللي انا طالعه اتكلم فيه عن الستبس دي. لا انا هحاول اتصرف في ده، وفعلا طلعت اهو اتكلمت وموجوده، ولسه الظروف بتاعت حياتي ما اتغيرتش قوي. فميك وركس بتخليكي ما تكونيش شخص عايش ضحيه الاحداث اللي بتحصل له في حياته، ايا كان نوع الحدث اللي حاصل في حياتك بقى، حاجه نزلت عليكي من السماء، بحاجه اوت اوف يور هاند، يعني احداث مختلفه من اللي هي بره ايدينا كده، زي ما علينا من الاكزامبلز، بس خليني يعني بتكلم في اي حاجه بره ايدك حصلت عليكي، ما تكونيش انت رد فعل، يعني تكوني شخص برو اكتيف. لا انا طب ازاي انا هتعامل مع الوضع ده؟ فهتخليكي تتحركي من منطقه اباندنس، والاباندنس دي او السعه دي هتخليكي تاخدي خطوات احسن بعد كده، هتخليكي زي ما بيقولوا ايه، تمشي المكنه تطلع قماش عادي، وتلاقي نفسك at the end of the day انت مستمره هنا ومستمره هنا، ويعني الدفتين شغالين زي ما بيقولوا. بس كده النص ساعه خلصت. دول الثري ستابس اللي انا كنت حابه اتكلم معاكم عليهم. فاتمنى يكون اللايف ساعدكم. ولو انت لو انت زوجه او حامل، وموضوع الكارير والاتشيفمنتس دي، وانت حد متعود ان هو بيعمل حاجات كتير وحاسه انك عايزه تعرفي اكتر، فبمناسبه عيد ميلاد مسك، حتى طالعه النهارده بالوان مجتمع مسك، الوان البراند، وعيد ميلاد مسك ومجتمع مسك الحقيقه، بس هو مجتمع مسك طلع قبل ولاده مسك بكام شهر. فام اوفرنج تو يو حاجتين. اول حاجه منهم هي مامز اكسلريتور. ده ميني بروجرام، ده بروجرام صغنطط ريكوردد، متكون من جزئين. الجزء الاولاني هو اتشيفمنت ريديفينيشن ورك شيت، ده عباره عن ورك شيت 10 اسئله، اكتر من 10 اسئله من الكوتشنج كويستشنز، اللي انا بساعدك فيهم توصلي في الاخر ان انت يبقى عندك معنى لفكره الانجاز. انت بتوصلي لمعنى الانجاز، ودي حاجه احنا بنحتاج نعملها باي ذا واي في كل مرحله جديده في حياتنا. يعني كل مرحله
بنخش فيها في حياتنا او كل تغيير بيحصل بنحتاج نقعد مع نفسنا قاعده كده ونشوف هو انا بشوف المعنى ده ازاي، لان المعاني بتتغير مع تغير المراحل، زي بالظبط الفاليوز بتاعتك او القيم بتاعتك، عادي جدا انها تتغير، عادي ان في حاجات زمان كنت اخترتيها النهارده مش هتختاريها. فده طبيعي ووارد، وبالعكس هو ده ده معناه فعلا ان انت بتيفولف، وان حياتك فيها حركه، ان في حاجه بتحصل. فدي اول حاجه ام اوفرينج تو يو، هو فكره الشيت ده. والشيت ده عباره عن اسئله، الاسئله دي كل سؤال فيهم انا مسجلاه بامثله عشان تقدري تجاوبي عليه. بنهايه الشيت بتكوني وصلتي لمعنى الانجاز في حياتك في اللحظه اللي انت فيها دي. طيب بعد ما وصلت لمعنى الانجاز اعمل ايه؟ انا عايزه اتحرك، عايزه اخد خطوات. هتسمعي بعديها ماستر كلاس او محاضره لمده ساعه اسمها مامز اتشيفمنت فورمولا. ودي بما اني صيدلانيه يعني، فانا اي كرييتد معادله من شغلي ومن تجربتي الشخصيه ومن دراستي عن فكره هاو تو. خلاص لو انا عارفه معنى الاتشيفمنت دلوقتي، لو انا عايزه اتحرك ازاي اقدر اتحرك بقى، وايه هي المعوقات اللي غالبا هتقابلني في الطريق. ولو عايزه اغششكم، فالمعوقات دي بتبقى حاجات هنا، بتبقى منتال بلوكس اكتر منها حاجات خارجيه بتوقفني وبتعطلني وبتخليني ما اقدرش اتحرك للشكل اللي انا عايزاه. المحاضره دي مدتها ساعه وبرده ريكوردد. فيو كان سند مي، هحط لكم لينك الواتساب بتاع التواصل مامز اكسلريتور، وابعت لكم التفاصيل. البرنامج كله ريكوردد، فوانس انك اشتركتي تقدري تسمعيه، وتقدري تسمعيه بالبيس بتاعك. فده اول اوفر. والاوفر الثاني هو مامز اكسلريتور بلس، هو البرنامج ومعاه جلسه فرديه للناس اللي بتحب بعد ما تخلص حاجه معينه، دراسه حاجه معينه، انها ترفلكت وتبتدي تاخد الانسايتس بتاعتها دي. يعني اوريدي احنا هنطلع بعد مامز اتشيفمنت فورمولا معانا رود ماب، او نتحرك ازاي، او شكل الخطوات اللي انا عايزه اخدها. عايزه اخد ده تو مور ديتيلد اكشنبل ستيبس معايا، نقعد نفصصها سوا ونتكلم في كل حاجه ميبي مخوفاكي، حاجه ظهرت لك، حاجه حاسه ان انت محتاجه تتناقشي فيها وتاخدي فيها تاخدي عليها فيدباك، محتاجه كوتشنج فيها، محتاجه ندعبس فيها شويه مع بعض عن اوكي انا وصلت لهنا بس ستيل انا حاسه ان انا ستك في حته، او الحته دي مش واضحه، او الرؤيه مش واضحه. فنقدر نعمل ده في الوان اون وان سيشن او في الجلسه الفرديه. فذيس از ماي اوفر تو يو النهارده بانتهاء هذا اللايف. حابه اسمع الانسايتس بتاعتكم بعد ما سمعتوا اللايف. ايه الحاجات اللي نورت معاكم؟ ايه الحتت اللي انتوا حسيتوا انها لمستكم او فرقت معاكم، او خطوه احنا هناخدها؟ يعني انا دايما بحب اعرف ايه الحاجه اللي احنا هناخدها. انتوا بقالكم نص ساعه معايا، ايه اللي انا هاخده بعد النص ساعه دي وهبص له بمنظور مختلف، او القرار اللي هاخده بعد اللايف دوت. فانا حابه اسمع ده جدا جدا في الكومنتس. اشوفكم على خير ان شاء الله، واستنوا مفاجآت اكتر الفتره اللي جايه تكون موجوده معاكم على السوشيال ميديا. اشوفكم على خير وباي باي.